يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم، على حسب ما تشوفوا الفيديو. تعالوا بقى النهارده عملنا ايه. عملنا عيش باللحمه، الحواوشي الاسكندراني بعجينه طريه وتحفه تحفه تحفه. تعالوا نشوف عملنا ايه. شويه مخللات بقى كده وطحينه وظبطي الكلام وبطاطس محمره، وعملنا الحلو كمان ام علي. هنشوف برضو عملناها ازاي. اتفرجوا لاخر الفيديو عشان نشوف هتطلعي باحلى سفره. ام علي كانت خطيره بجد. اول حاجه هنبتدي بخلطه الحواوشي. عندي شويه كده من الدهنه، وحطيت لحمه مفرومه. خلاص، عندي بقى بقدونس وعندي بصل. البصل بيكون قد اللحمه، وعندي فلفل احمر وفلفل اخضر. شوفي بقى انت حابه حامي بارد براحتك، بس طبعا الحواوشي كل ما يكون مشطشط كل ما يكون احلى. وعندي كده فص ثوم زي ما انتم شايفين. خلاص، يعني كميه اللحمه حطي قدها بصل، وافرمي كده فلفل احمر واخضر مع بعض، وشويه بقدونس وتوم. خلاص، هنحط كده البهار الحلو اللي هو كباب الصيني، واحط شويه من فلفل اسود وملح. تمام. وعندي كده بهار في كباب صيني وفي ورق لورا وحبهان وشويه كده توابل كلها مع بعض. خلاص، حط شويه من القرفه، بابريكا. اوكي، عندي خلطه الحواوشي. يعني هو ده ما كملش باكت، قولي معلقه كبيره مثلا. شويه شطه كده عشان نشطشط المسائل. خلاص، وحطيت كزبره. تمام كده، عرفنا التوابل بتاعتنا. شم الريحه بقى وانت كده بتسويه، هتلاقي الريحه معاكي تحفه بجد تحفه. بحب احط بقى شويه دقيق كده، يعني بتاع معلقه معلقتين على حسب الكميه بتاعتك، يكونوا كبار يعني عشان قولي معايا. السوائل اللي هتنزل من الفلفل والبقدونس والبصل وكده. ما تخليش العجينه معايا ميه، يعني الدقيق بيشرب السوائل. خلاص كده اتفقنا. وحطيت شويه من السكر بس. بقلبهم كويس جدا جدا، بدعكهم كويس جدا مع بعض كلهم واسيبها. خلاص، ببتدي ان انا هنا اعمل العجينه بتاعتي. بحط دقيق، وعندي معلقه كبيره من البيكنج باودر. خلاص، وحطيت خميره معلقه كبيره، ومعلقه كبيره من السكر. خلاص، احط بقى ملح. تمام كده. انت يعني لو بتعملي كيلو دقيق حطي نص معلقه بيكنج باودر ونص معلقه كبيره من الخميره، يعني نص ونص، يعني كلهم يعملوا ايه، معلقه كبيره. تمام. ميه دافيه بقى هننزل بيها شويه شويه. خلاص، انا زي ما احنا متعودين مع بعض العجينه بتكون طريه عشان لسه هفردها على دقيق، عشان بعد الخبز تكون طريه معاكي. خلاص، والمخبوزات دايما بتكون على درجه حراره عاليه عشان تبقى ايه طريه معاكي، يعني على 200 درجه، عشان برضو اللحمه بتاعتنا ايه تستوي. خلاص، لكن لو وطيتي اكتر من 200 درجه بصراحه يعني هينشف معاكي العيش، مش هيبقى حلو. واول ما تطلعيه من الفرن كده حاولي تغطيه. خلاص، العجينه زي الفل زي ما انتم شايفين، طريه جدا تحفه بجد، يعني بعد الخبز هتبقى خطيره. خلاص، هنبتدي بقى. سبتها تخمر طبعا وكورتها على قد الرغيف بتاعي. عايزه تعمليه رغيف اللي هو النص، عايزه تعمليه تكوريه اصغر وتعمليه 2، يعني رغيف كامل براحتك. خلاص، بفرد انا على دقيق. تمام، بيكون يعني اخف من ان انا افرده على زيت، وبيكون طري كده وحلو. هنعمل حشوات بقى ايه مختلفه. عملت صدق او سجق، حطيت برضو فلفل احمر فلفل اخضر. بحط شويه من التوابل بقى، بابريكا كزبره ناشفه ملح فلفل، بس ما تكتريش الملح عشان لو الصدق بتاعك اوريدي بيكون فيه توابل يعني، فمش عايزين نزود قوي.
بحط بقى جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر. صراحه اكتر حاجه بحبها اللي هو بالصدق وبالبسطرمه. بنحاول نقفل كده الجناب كويس جدا. تمام. والفرن بيكون عالي يعني شغال من قبلها بوقت، يكون سخن. هنا بحط البسطرمه، نحط شويه كده من الزيتون، فلفل اخضر، برضو نحط جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر. تمام. عايزه بقى برضو فلفل اخضر حامي، عايزه بارد براحتك. تمام كده. وبرضو نقفل كويس جدا، بس نتوصى بقى بالجبنه مع البسطرمه. بتطلع كده بتبقى سخنه كده وسايحه كده وحاجه ايه تفتح النفس. والعيش بتاعك كده يتاكل حاف، لان صراحه انا كمان بعجنه بلبن وميه، مش ميه بس. اللبن بيديله طراوه وبيبقى خطير. عايزه لبن بس براحتك، بس انا بحط لبن على ميه. تمام. شايفين الجمال بتاع العيش؟ تحفه. يلا بقى خلصنا بقى ايه الغدا بتاعنا، قصدي الفطار بتاعنا. ندخل بقى على الحلو، ونعمل لهم حاجه حلوه كده يحلوا بيها. عندي هنا كريمه، بحط شويه من اللبن، وبحط سكر ورشه كده من الفانيلا. خلاص بغلي بقى الخليط بتاعي ده كله، والسكر على حسب بقى ما انت بتحبي. اوكي. اللي عندي الملفيه، عجينه الملفيه احلى يعني، ام علي تاكليها هي بعجينه الملفيه يعني بصراحه يعني. بتحطيها كده في الفرن، خلاص تحمصيها شويه يبقى لونها ذهبي، وبعدين تكسريها تحطيها في الطواجن بتاعتك. تحطي بقى المكسرات اللي انت عايزاها، قرفه، جوز هند، بندق، فستق، اللي يعجبك بقى. مش عايزه تحطي حاجه خالص مفيش اي مشكله. حطيت كمان زبيب. نخلط بقى كل المكونات دي كده عشان ما يبقاش الزبيب لو سبتيه كده على الوش لما تحطيه في الفرن هيتحرق مع الشوايه. فحاولي تخلطي المكسرات مع عجينه الملفيه كده بعد ما تستوي وبتاع بتكسريها. اخلطي معاها المكسرات وابتدي حطيها ايه في الطواجن بتاعتك. هنا يعني جرشت كده شويه من البندق وحطيته كده على الملفيه. خلاص. الخليط بتاعي بقى سخن، اللي هو الكريمه واللبن والسكر ورشه الفانيلا. انا بقى في الحاله دي بحط على الشوايه بس، ما بشغلش الفرن خالص. عارفين ليه؟ لان لما بحطه في الفرن من غير الشوايه بياخد وقت والملفيه بيشرب اللبن، فتحسي ان اللي بياكل كده عايز شويه لبن فيه. فاهمين قصدي ازاي؟ فانتي الخليط بتاعك سخن، الملفيه بتاعك مستوي، مش محتاجه حاجه اكتر من ان انتي تخلي الوش كده محمر. بحط شويه كده من بودره كريم شانتيه على الوش، وبولع الشوايه بيطلع زي ما انتوا شايفين. لما بتيجي تاخدي بالمعلقه بتلاقي فيه لبن وطعمه هيعجبكم ان شاء الله. جربوه بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم مره تانية في وصفه تانية. باي.